دور الدكتور بقى ايه؟ هو البلاننج بتاع العمليه. هو انا هعمل ايه العمليه اللي هتتعمل؟ المريض يعني اول سؤال ايه التشخيص؟ بدايه العلاج الصح تشخيص مظبوط. فالاول هنشخص. بتشخص بايه؟ عيني ما تروحش على طول على الاشعه اللي جايه مع المريض خالص. الاول هنقعد نتكلم مع المريض، كل كلمه المريض بيقولها بتساوي عندي سبوت لايت كده. انت بتشتكي من ايه؟ بشتكي من الم في الظهر، ده بيساوي كذا. الالم ده بيسمع في الرجل، يعني في سياتيكا، يعني في عرق نسا. في الاخر خالص بعد الهيستوري اللي انا خدته الطويل ده، اتفضل على السرير نعمل فحص. الفحص على كل نقطه هو قالها. وحاجه مهمه قوي اقولها هنا، ما فيش نقطه المريض يقولها ما تتاخدش سيريس. كل كلمه هو بيشتكيها لازم يقابلها فحص، يقابلها في معلومه حصل. يعني بعد كده من الكشف السريري اللي هو العادي ده بيوضح مبدئيا كده التشخيص المبدئي عنده كذا. انا بحط تشخيص مبدئي، ممكن يكون في انزلاق غضروفي ما بين الفقرتين كذا وكذا. على ضوء ده انا بحط التشخيص المبدئي.